الانشغال بالدعاء. يا أخي رمضان نبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم. من هم يا رسول الله؟ قال الصائم حتى يفطر. يعني أنت طالما أنت صائم من الفجر حتى المغرب دعوتك لا ترد. انشغل بالدعاء. اللهم عافني في بدني، في سمعي، في بصري، واجعله الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني. اللهم إني أسألك الصحة والعافية، أسألك اللهم التقى والعفاف والغنى. انشغل بالدعاء، دعوتك لا ترد بحديث محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن كيف في رمضان؟ نيام. يا قوم لا تتكلموا فالكلام محرم، وناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. يا إلا ليت لا نتكلم، لا ننام. فجميل منك أن تنام، ما عندنا مشكلة، لكن يجب أن تغنم الأوقات. يجب أن تغنم ماذا؟ الأوقات. أن هذا وقت مبارك، هذا وقت دعاء لا يرد، هذا فيه معاناة من العطش، هذا الذي يريده الله لك سبحانه وتعالى. يعني وأنت تمسك السيارة يا أخي، وأنا أقود السيارة الآن، ادعو. أنا صائم، اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك العفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من الربا، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني أسألك الجنة. وامشي في السيارة أنت تقود، ما تخسر شيء أبدا. أما لا تقود على سيجارة مالي بورو هذه الحين. لا يريد الله، لا يريد أن لا تشعر أو لا تظهر لله وهو يعلم أنك كأنك تلوم أني صائم، كأني يعاتب أني صائم، كأني يا رب ما الصيام هذا الذي تمنعنا عن الطعام والشراب. لا، عليك أن تظهر لله وهو يعلم أنك تستلذ بالصيام، تستلذ بالطاعة. لهذا من فضل الله أنه جعلك وأنت صائم دعوتك لا ترد. عند الإفطار لا، خلاص. شوف، عند الإفطار خلاص، لكن وأنت صائم مكرمة وتكريم من الله إليك، دعوتك لا ترد، لأن الله يعلم ماذا تعاني وأنت صائم. سابقا كانوا وهم صيام الصحابة حر الشمس والرطوبة والعمل والزرع وكل هذا يعانونه، ومع هذا كانوا ينشغلون في طاعة المولى. فأنت السيارة تكييف، في العمل مكيف، في البيت مكيف، قل الحمد لله. فسخر وقتك في نهار رمضان في ماذا؟ بالطاعة. أيضا